نحب نبدا بنداء استغاثه السيد وزير الداخليه انه يحميني، على خاطر انا معرض حاليا لعمليه اغتيال من طرف احد المساجين. اي مسجون معناتها يكون مجرم يبعثوا لي باش يقتلني، باش يقولوا احقاد دافنه ويكفنوا الحقائق اللي نعرفهم انا تم عزلي. انا بدات مشكلتي في جانفي 2000 مشكله مع السيد هو وكيل عام تاع محكمه الاستئناف، كان مدير عام السجون، من بعدها شد امن الحرس الوطني، من بعدها شد مدير الامن الوطني في تونس، وحاليا منصبه في وزاره العدل. يعني عنده كل اخطبوط اصابعه في كل بلاصه، استغل نفوذه ومارس عليا قمع ما تصوروش هو وعباد قرايديه في الاداره، ورقاهم وتوا اقل قرايد فيهم شعر وزنجوم يعني مقدم. باهي عندي وثائق دينهم الكل بالممارسات هذيك. زيادة على ذلك انا شاهد على عمليات تعذيب مساجين سياسيين من جميع اصناف، سواء انتماء نهضه، سواء شيوعيين، سواء معارضه. انا حاضر وعندي شاهد على عمليه قتل سجين حق عام، قتل عن طريق التحايل مش مباشر، قتل عن طريق التحايل نجم نفسرها في سجن الهوارب 2001. انا عندي دوسي وقت اللي تم عزلي بدون اجراء مجلس تاديب حتى شيء. الناس عندي كرتوش والتوا عندي مفاتح نتاع حبس، عندي مفتاح نتاع منوت نتقدم لهم، بخلاف اني انا ربحت قضيتي في المحكمه الاداريه واللي معناتها الغات القرار وقررت انني نرجع خدمتي. رجعت لهم على اساس نرجع الخدمه تجاهلوا. باهي وليت في الاخر بالكل نتقدم لهم يا ناس خذوا امانتكم، شعارات زي رطب سلاح كل شيء، الناس تتجاهل وتكفن في الموضوع. حتى الوزير الحالي توجهت الرئاسه قبل، توجهت الجميع، حتى من الوالي ما فماش اداره. اي انسان يقول لك انا ما توجهليش انا نجم نجابه، حتى من الصحافه، حتى من حقوق الانسان. به حاليا حتى من بعد التغيير هزيت الوزير العدل نسخه من الحكم نتاعي نطلب باش نرجع الخدمه، هزيت له مطلب مقابله كشف حقائق، وهزيت له اني انا يلزمني نسلم عهده كرتوش يا ناس رصاص حي باش نقدمه له شيء 14 يوم، حتى التليفون باش يغزوا لي باش يقولوا لي سلموا المركز سلموا كذا. ناس متجاهله تماما، على خاطر قلت لكم اخطبوط مازال هو موجود وعنده في كل بلاصه اخطبوط. راهي عمليه انا مخطر عليهم. انا حاليا نجم بعد ما شفت حادث في بوزيد يبعثوا لي اي شخص يقتلني ويقولوا هذا احقاد دفينه والا معناتها مشاكل قديمه، راهو نجموا يعملوها. راني عندي حقائق ما تصوروهاش، راني نجم نشهد حتى مع الجماعه اللي قالوا تعذبوا ما عندهمش ادله، انا نجم نشهد وعندي ادله، راني عندي حقائق ما تصوروهاش. يا سيد وزير العدل راهم حاطين في البيرو يقدموا في دوسيات اللي يحبوا عليها هما، يقدموا في المشاكل اللي يحبوا عليها هما، واللي يمسهم هما واللي يزعزعهم راهم مخبينهم. يا سيد وزير الداخليه عايشك احميني، عايشك احميني. راهو فما تجاوزات تخص الاداره نتاعك اللي هي وقعت تحت الاقامه الجبريه، تحت جهاز الباسبور نتاعي اللي انا تنصت على الهدف نتاعي، واللي انا استدعى شهريا بالبحث في مركز الامن وفي الفرق المختصه في اقليم سوسه. يعني هذا كان جات انا عندي مشاكل اخلاقيه ولا اي حاجه، علاش يتم معي الاجراء هذا؟ يا سيد وزير الداخليه راهو الكرتوش اللي عندي زاده تابع ادارتك انت، تابع بالضبط الحرس الوطني تبعك انت. راهو معناتها الزوز راكم انتم معنيين يا سيد وزير العدل ويا سيد وزير الداخليه، كان تحبوا بالرسمي وتحبوا توريه للشعب التونسي اللي حكومه جديده واللي عصر جديد. انا عامل اختصاص زاد ضابط امني، وراني الحبوسات تقريبا نتاع تونس الكل دورتها مرجين معتوق البرج الرومي لغيره. ثم حبس اللي هو ينجم يصير فيه شوارع الكل هو برج الرومي، لكن المدير نتاعو اللي هو انسان كومبيتون ما صار فيه شيء. حبس الجاسرين خدمت فيه مبهت، كيفاش يقولوا حبس الجاسرين تحل بيبانه تحل، يعني ما سماه يا حبس مؤمن بالنسبه لبرج الرومي، مؤمن 99% بالنسبه لبرج الرومي. الحبس الوحيد اللي هو ما توفرش فيه امان هو برج الرومي، ورغم ذلك خاطر مدير كومبيتون وانسان نظيف ويقرب للشخص اللي هو انظف قائد الثوره اللي هو سرسيد عمار، هو ولد عمه مكرم عمار، قام على الحبس نتاعو وبرغم اللي فرقه الطلاع بعيد عليه 500 متر وتغطي 3 حبوسات في اقليم بنزرت، بينما حرس الجاسرين في وسطه فرقه الطلايع في وسطه وحبس وحيد في ولايه، ويقولوا لي حلوا البيبان كل مره خرجت. يا ودي حلوا بحث، يا ودي حلوا بحث، هم مرابيط سيبت بالعاني بتزيد تحت في البلبله بخلاف القناصه. يا ولدي حلوا بحث، راهو الناس الجرايديه شاده نجوم وشاده مناصب راهو عندي عليهم دوسيات، حلوا عليهم بحث، راهم عقداء وكذا، ثم تجاوزات قديمه، حلوا دوسيات، ناس سرقت فلوس، ناس ضربت عباد، ناس عامله مشاريع فلاحيه ومشاريع اقتصاديه ايار بخدمتهم نتاعهم، حلوا فيهم بحث. هذوك الناس ما يحبوش حقيقه تظهر، ما يحبوش حقيقه تظهر، يقول لك هاو مرابيط وحرقت. يا ولدي راه فما امور تصير فيهم صحيح، وفما امور ان تحل. انت مع حاجه بركه باش نعطيها نقطه استغراب، شبين مرابيط اللي هربت كلها مجرمه، شبين حق العام هم ما هربوش، شبين مساجين السياسيين تقصد يا ربي هم ما هربوش، قعدوا لين صار عليهم العفو، شبين مجرمه هربوا؟ يا اخي مجرمه بركه تحبوا حلوا البيبان، ما يقصدوا العمل الكل. هذه نقطه استفهام كبرى، شبين مجرمه خرجت واللي من المساجين السياسيين قعدوا التو في الحبس لين خرجوهم بعفو؟ يا ودي هذه نقطه استفهام يا اخي. معناتها هو حتى في الحبوسات
ثم اختيار انا والباب الحل يا ودي ثم نقاط استفهام كبيره حلوا فيهم تحقيق. ثم راس الاخطبوط لكن الصوابع واللي فونتوز في كل صباع راكم ما نحيتوهمش. ثم الناس اللي شاده مناصب واللي مازالت قاعده راهي هذيك وصلهم النظام القديم. ثم صغار مسؤولين ثم مسؤول كبير اكبر مسؤول على الفضايح اللي صارت في تونس واللي يبحثوا فيه توا اولاده كلهم في الحاكم. عنده ولده شعره نجمه في الحمامات، عنده ولده في الجيش شعره زنزوم، عنده خوه شعره في نجوم في الجيش. ما يا اخي خويا ما عليهم شيء وصحيح نضاف، لكن على القليله في الفتره هذيك كانوا نجموا يتحفظوا عليهم لين انتهت الدنيا. قاعدين يخدموا شكون قال انا بابا يبداو يبحثوا فيه ولا بابا هذا مطارد يا اخي ما نعاونوش يا اخي. راهو ثم اشياء نقاط استفهام كبرى يا ناس، نقاط استفهام كبرى. علي سرياتي ولده في الحمامات شعره نجمه، ولده في الجيش في الطيران شعره في الزنزوم، خوه شعره في الزنزوم في الجيش بخلاف بقيت عائلته. يا ناس راهو ثم برشا وبخلاف صحابهم اللي وصلوهم باش يشدوا مناصب مازالوا توا يخدموا. يا ناس معارفهم توا يخدموا وصلوهم في القراءات. ثم ناس تخطات القراءات، ثم ناس واخذه ديبوت معينه نحيتوا راس الاخطبوط، لكن الصوابع مازالت ليفونتوس في كل صباع الاف مازالت راهي موجوده. حلوا بحث يا الصحافه. انا نطلب اذاعه نطلب قناه تلفزيونيه نهار الزين قلت لهم عندي معلومه على سمية اختي مازال تدروا فيه، عندي معلومه على سمية الهوني اللي هو الدور وقت اللي مازال تدروا فيه موجود. خذوا لي قالوا لي كلامك تيترولوا علقوا عليا، وعندي اثبات في تليفوني من غدوه عاودت طلبتهم قلت لهم عندي معلومات. عملت كي طلبني محرم تاعهم صحفي وبعد ما سمعني قال لي خويا هدي روحك وعلق عليه، وعندي اثبات في تليفوني بالذات لو 15 كتبت الصحافه يلغزوا لي من بعد ما سووني يقولوا لي لا يا خويا ما نجمش نعديو كلامك. يا انا عاد حريه تعديو كلام تحبوا عليه، تعديو كلام تحبوا عليه. يا ناس تحبوا ترقدوا 80 لازم فما عناصر راهي تتحاسب بعد ترقدوا 80 ترقدوا على رواحكم. راهو رئيس مركز ورئيس منطقه شوفوا كيفاش وصل، شوفوا قداش من واحد تخطاهم في الجهاد باش هو وصل رئيس. دونك لازم يحمي مصالح وعباد معينه عندهم صحيح قصته الراس، لكن العروق برشا راك لازم تستأصلوا كل شيء. حلوا بحث يا اخي. وزير يحط في بيرو نجم يعطيوه دوسيات برشا، نجم يدوروا به برشا عباد، لكن يوجهوه في الاتجاه اللي يحبوا عليه هما وعلى اساس تطهير، لكن ما يوريوهوش تطهير الاخر. ثم فن برشا راهو الحاكم بالذات فيها فن برشا، والعباد الكل تعرفها في تونس. الناس ثم دوسيات تقول لي ترى رجعتوا ناس قاتله حتى مرته رجعوه في شرطه، وناس اخرين عندهم احكام تو ما رجعوش. علاش ما رجعوش؟ على خاطر عندهم دوسيات تقلق ناس اخرين. يا ناس راهو تحبوا نبنيو تونس، تحبوا العباد الثمان، حطوا كل شيء على الطاوله وخاصه الامن. انا انسان كنت متكون في الجيش انا ولدت في جازرنا وعملت اكاديميه ميتير. انا بالسجون انا عملت السايت نتاع النجمه في الحرس مع جماعه هذوكم الارهاب وتيجي نوار، عملت السايت مع الشرطه ضابط امني، معناتها متكون من جميع الجهات ونعرف الخبر الكل، نعرف كل شيء. هذايا حلو تحقيق. شوفوا الصحافه فيكم يا خويا باهي وزير الصحافه عاونوه مش يقول لي شنو تحب تحكي كان معانا ولا مش معاهم وبعدين يقول كلامك في تلولور. مش معقول. انا عندي حكم 8 سنين، انا 11 سنه عندي 8 سنين ونزيد تحت الاقامه الجبريه وحكمي ما يطبقش. ترجعوا في ناس معزوله ولا ناس كذا يا خويا ما يسالش حقه، وانسان عنده حكم محكمه تونسيه. وراني اسمع من بعد تو ما هرب الزين فما ياسر عباد تنجم تقول تحب ونجم ياسر عباد تقول عندي مشكله مع عائله ربلتش وعائله كذا. انا في عهد الزين تظلمت، وفي عهد الزين خذيت حقي، لكن ما طبقش عهد الزين. لكن الثوره هاو مازال ما طبقش حقي. 14 يوم نقص الوزير نقول له عندي كرتوش وعندي مفاتح 14 يوم اللي تحت منه ما يعيطوليش، ما يقوليش جوست يجيني تليفون يقولوا لي تحب ترجع سكر فم كل سليفات. وعندي نهار قلت نهار الجمعه 10 و3 دقيقه مش الجمعه هذه الجمعه اللي قبلها لو 22 جاني تليفون 10 و3 دقيقه من وزاره العدل. هذا في نفسه. انا حاليا نطلب حمايه وزير الداخليه، يا رحمك راني تظلمت ياسر ومانيش انا مانيش خايف على روحي باش نموت، خايف على الحقائق اللي نعرفها هي تمشي معايا، خايف على الحقائق اللي معايا تمشي. وناس تقعد تونس ديما متسربه، فما ناس راهو يساعدها تونس تقعد متسربه باش يروجوا صوره سيئه للثوره هذه في البلدان الاخرى، وباش يهاو زعما ما نجحتوش وبعدين يمروا اللي يحبوا عليه هو. يلزم الثوره ديما تقعد ثم حاجه هكا عايز ماهيش ماشيه، راهو يلزم ترويج ليماج الخايبه للثوره وربح الوقت. راهو هذا هما شي حاجتكم به، ثم ناس هذا شي يساعدها.